سؤال مهم وأثر فيا جدا من بنوتة عندها 16 سنة بتقول عندي مشكلة ومحتاجة نصيحتك. أنا في بداية سن المراهقة كنت بقعد على تليفون كتير، وده عمل مشاكل بيني وبين مامتي لأنها شايفاني مهملة. كنت بهرب من التجمعات العائلية لأنهم بيفضلوا ينتقدوا فيا ويتريقوا عليا وعلى اهتماماتي، وماما كمان كانت بتتكلم زيهم. أنا دلوقتي في ثانوية عامة، ماما بتتخانق معايا على طول عشان المذاكرة، وعايزاني ما اعملش اي حاجه غير اني اذاكر، حتى اني ابعد عن هوايتي اللي هي القرايه لان انا بحب القراءه جدا. في يوم ماما شافتني سايبه المذاكره وبقرا روايه، راحت نازله عليا ضرباني وقالت لي انت هتفشلي ومش هتحققي حاجه. انا عارفه انها خايفه عليا وبتحبني، بس من ساعتها واحنا بينا حاجز كبير قوي. نفسي نبقى اصحاب واحكي لها اسراري واي حاجه مضايقاني، بس بخاف اكلمها لحسن تتعصب عليا زي عادتها. انا مش عارفه اشوفها غير ماما اللي اي غلطه بعملها تزعقلي وتقولي هسحب التليفون او نتخانق جامد مع بعض. حاولت قبل كده الفتره اللي فاتت اني اقرب منها وبدات احكي لها على حاجات، وفي يوم قلت لها على حاجه بس ما عجبتهاش، لقيتها قاعده تتخانق معايا وتقولي هقول لبابا ومش عارفه ايه. قلت لها يا ماما احنا في بينا ثقه، وانا لما بحكي لك حاجه حتى لو غلطت انصحيني بالراحه، مش تهدديني ان انتي هتقولي لبابا. وبصراحة من ساعتها أنا مش عارفة أقرب منها تاني. أنا بجد مش عارفة أعمل إيه، محتاجاكي تساعديني وتقوليلي إزاي أقدر أصلح علاقتي معاها، عشان أنا بجد محتاجة ماما تكون قريبة مني. أولا قلبي معاكي وحاسة بيكي وبشكرك على أمانتك وعلى صراحتك في بعتك للسؤال. ربنا يكرمك ويجبر بخاطرك ويسعد قلبك يا رب. هقولك شوية أفكار ونصايح كده ممكن يساعدوكي تقربي من مامتك وتقوي علاقتك بيها زي ما انتي بتتمني. أول حاجة اقعدي مع نفسك كده، فكري واكتبي ايه الخناقات المتكررة ما بينكم. فلو مثلا بتتخانق معاكي كتير على المذاكرة وعلى الموبايل، اعملي اتفاق مع نفسك واعرضيه عليها وكلميها بشكل عقلاني عشان تحس ان انتي نضجتي وفاهمة وعارفة مصلحتك فين، مش لسه عيلة صغيرة مش بتحافظ على وقتها ولا عارفة مسؤولياتها وهتضيع مستقبلها. قولي لها يا ماما اوعدك ان انا مش هضيع وقت السنة دي، يا ماما انا عارفة ان انتي خايفة على مصلحتي وبتحبيني وعارفة ان انا في سنة مهمة جدا. اكتبي جدول مذاكرتك وتنظيمك لوقتك، وحطي فيه كمان ترفيه، شوية صغيرين على الموبايل وشوية في هواية القراءة اللي انتي بتحبيها، واعرضي عليها الجدول ده ووعديها ان انتي تلتزمي بيه، وانا واثقة ان انتي هتلتزمي بيه بإذن الله. ولما تلتزمي بجدول المذاكرة اللي انتي حطاه، انتي نفسك لما تلاقي وقتك منظم وبتخلصي اللي عليكي اول بأول، ده هيخفف كتير من ضغط المذاكرة اللي انتي بتمري بيه. تاني حاجة، شوفي مامتك بتحب ايه واعمليه لها ووريها ان انتي بتعمليه. مثلا بعض الامهات بتتبسط قوي لما تلاقي الشقه نظيفه، فمفيش مانع ابدا مره وهي مش موجوده مثلا ترجع تلاقيكي منظفه الشقه كلها، هتكون في منتهى السعاده. وقولي لها يا ماما انا بحبك وعارفه ان انتي مضغوطه وبتتعبي كتير في البيت، فقلت اريحك النهارده واشيل من عليكي شويه. بتحب اكله معينه اعمليها لها، نفسها في هديه وبتتكلم فيها بقالها كتير هاتيها لها. دوري على حاجات هي بتحبها وبتبسطها واعمليها لها، ووريها ان انت بتعملي كده علشان بتحبيها ونفسك تبسطيها. ركزي في كلامي، المهم تشوفي الحاجات اللي هي بتحبها واعمليها لها. بالنسبة للموضوع ان انت بتحكي لها حاجات وممكن تروح تحكيها لباباكي، نصيحتي هنا ان بلاش في الفترة دي تحكي لها حاجة ممكن يحصل لك مشكلة لو مثلا باباك يعرفها او انت مش عايزاها تحكيها لحد، بس لسه الثقة ما بينكم ما اتبنتش 100%. احكي لها حاجات عادية، حاجات مش اسرار، واحدة واحدة كل ما علاقتكم تبقى اقوى والثقة ما بينكم تتبني اكتر، هتقدري ساعتها تحكي لها اسرارك بمنتهى الاريحية. بس هقولك هنا خلي بالك من حاجة، الثقة دي لازم تكون متبادلة. يعني زي ما انت هتبني ثقتك فيها واحدة واحدة، هي كمان لازم تحس ان انت على قد الثقة. ازاي؟ لما توعديها بحاجة توفي بالوعد ده، تشوفك ان انت ملتزمة باتفاقك في ساعات الموبايل، تشوف ان انت ملتزمة باتفاقك معاها بجدول المذاكرة، تحس ان انت مش بتضيعي وقت، ما تدخلش عليكي في وقت المفروض تبقي بتذاكري فيه وتلاقيكي بتلعبي ولا بتقري حاجة، فهي تحس ان انت فعلا على قدر الثقة. وعندي بقى كلمة للأمهات،
من فضلكم يا جماعة حاولوا تسمعوا الرسايل اللي ولادكم بيقولوها لكم، مش كل حاجة يقولوها ولا يغلطوا فيها يبقى رد فعلي عليها عصبية وزعيق وممكن ضرب. ممكن جدا بناتكم وولادكم المراهقين يبقى جواهم كلام أو جواهم مشاعر مكبوتة مش عارفين يطلعوها ازاي. وعلى فكرة دي مش أول مرة يجيلي سؤال من النوعية دي، بالذات من البنات، إنهم بيبقى نفسهم يقربوا من مامتهم بس مامتهم مش مدياهم المساحة الكافية، أو لما بنتي تفتح لي قلبها وتقعد تحكي لي ابقى انا مستنيه كده بدور على الغلطه ولا المشكله اللي عملتها هي ولا حتى واحده من صحباتها عشان امسكها اروح مديالها المحاضره التمام والخناقه الفظيعه، واحنا بعد كده ننسى ونرجع نشتكي هي البنت ليه ما بتحكيليش اي حاجه. انا كأم لما بعمل كده ببعد ولادي عني ومش بخليهم يحكوا لي اي حاجه، وولادنا بيبقوا عارفين وفاهمين اننا خايفين عليهم وعايزين مصلحتهم ومش بنعمل كده عشان ننكد عليهم، بس في نفس الوقت الاسلوب والطريقه في منتهى الاهميه ان انا اوصل لهم خوفي وحرصي ده بشكل انه انا عايزه مصلحتك ولا انا عايزه اقدرك وحتى انتقم منك. وفي نقطة في سؤال البنت دي وجعت قلبي بجد، لما بتقول إنها كانت بتتفادى القعدات العائلية عشان بيقعدوا يتريقوا عليها وعلى اهتماماتها، والأم كمان بتعوم على عمهم وبتتكلم زيهم. لكل أم أرجوكي 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 اوعي تخلي حد مهما كان قريب منكم يتريق على بنتك ولا ابنك ولا يتنمروا عليه. لازم تكوني خط الدفاع الأول عنهم، مش تعومي على عمهم وتتريقي على أولادك في قعدة عائلية عامة. انت كده بتدمري شخصية بنتك وثقتها فيكي. ولو في حد فيهم خايف على بنتي بجد وعايز يوجه لها نصيحة أو حتى انتقاد، أكيد يعني أسلوب التريقة قدام العيلة كلها مش ده اللي هيخلي بنتي أحسن. وأسوأ حاجة لما النقد والتريقة دي تيجي من أقرب الناس ليا، ساعتها فعلا بيكون الجرح عميق قوي، لان اقرب الناس ليا دول مش المفروض ينتقدوني ويتريقوا عليا، المفروض يبقوا خايفين عليا وعلى مصلحتي وكرامتي. وربنا يهدينا ويعلمنا كل حاجة فيها خير لولادنا يا رب. سلام عليكم.